طب يا شباب، النهارده هنمرن عضله البايسبس، العضله ذات الرأسين، اللونج هيد والشورت هيد. هنفرتك عضله الدراع بمعنى الكلمه. اتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه ومفعل زر التنبيهات على الكل، ويلا بينا. التمرين معايا الاول هو تمرين بالبار الزجزاج. همسك قبضه البار بالشكل ده كده في مستوى كتفي، وابدا اطلع وانزل بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. الكوع يكون ثابت يا جماعه، ما يتمرجحش معايا، يعني كوعي يفضل ثابت في جنبي، قبضه ايدي في مستوى كتفي بالشكل ده. هبدا اطلع وانزل بالراحه يا جماعه، لازم استفاد بالعده السلبيه. يعني ممكن اخطف البار لفوق في ثانيه وانزل في 3 ثواني، لازم استفاد بالعده السلبيه عشان هتفرق معايا جدا في التمرين ده. هتمرن التمرين ده 4 مجموعات، كل مجموعه من 10 ل 12 عده لحد الفشل العضلي. يعني ايه فشل عضلي؟ لو هتمرن 10 عدات اجي العده ال 11 ما اقدرش ارفع الوزن اكتر من كده. هندخل بقى للتمرين التاني، هو تمرين كويس جدا وقوي جدا لعزل عضله البايسبس. التمرين ده بيركز لي 80% على عضلة الشورت هيد أو على الرأس الداخلية للبايسبس. التمرين ده قوي جدا زي ما قلت. هركب على الحصان بالشكل ده كده سواء بالجهاز أو بالبار، وهاخد الوزن معايا وابدا انزل بالراحه، اتحكم في الوزن وانا نازل، ما اخليش الوزن هو اللي ينزل مني. هتمرن التمرين ده 4 مجموعات، كل مجموعه 10 ل 12 عده زي ما قلت. اما بقى التمرين الثالث ده تمرين استخدام الكابل كروس. هروح على الكابل بالشكل ده كده، كوع يا جماعه يبقى في مستوى كتفي، ما يبقاش لقدام او ما يبقاش لورا، لازم احافظ على مفصل الكتف عشان ما تصابش مني. وهتمرن التمرين بالشكل ده كده بالظبط. التمرين ده هعمله 4 مجموعات برضو من 10 ل 15 عده حتى الفشل العضلي. واخر تمرين معايا هو تمرين التبادل بالدمبل. هعمله بالشكل ده كده، هطلع بالوزن همر وبعد كده اقلب الدمبل فوق. التمرين ده قوي جدا لعضله البايسبس خصوصا اللونج هيد، وكمان هيشغل معايا عضله الساعد بشكل رهيب جدا. التمرين ده هعمله 4 مجموعات، كل مجموعه من 10 ل 15 عده. لو انت اول مره تشوفني يا ريت تعمل اشتراك حالا في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده في وقتها. باذن الله اليومين الجايين هيبقى فيه محتوى قوي جدا. هتكلم عن كل عضله بالظبط وهبدا اشرحها بطريقه سهله جدا وبسيطه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.